السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايب قلبي، يا رب تكونوا بصحة وخير. النهاردة هنعمل الحمام الكذاب. بعمله بكام تكاية بتخلي الطعم يجنن وريحة المطبخ تجيب آخر الدنيا. يلا بينا نشوف الطريقة سوا. سموا الله وصلوا على الرسول ويلا بينا نبدأ الفيديو. طبعا الحمام الكذاب محتاج انك تخلي الورك. لو انت ما بتعرفيش تخلي الورك اعملي زي كده وقولي بتاع الفراخ انه يخلي لك الوراك، هيعملها لك يعني حمام كذاب. يلا بينا كده. اول حاجه هنعملها هنجيب كيس وهنحط الورك كده. انا جايبه 7 اوراق، منهم عملت 4 حمام كذاب وشلت 2 وخليت واحد هنا عشان احشيه من غير ما اخليه. اول حاجه هنجيب ورك كده في كيس، هندقه كده زي ما تكوني بتدقي البفتيك، دقه خفيفه بس تفردي اللحمه بتاعته في ايد هون باي حاجه معاكي. انا لقيت جنبي كوبايه فدقيت بالكوبايه. بندق كده. بصي هتدقي الكميه بتاعتك كلها. انا هدق ال4 وراك. بصي ما تدقيش جامد برضو ولا كتير عشان ايه اللحمه بتاعته ما تتهريش. انا عايزاها كده عشان وقت اللف اعرف الفها. هنجيب 3 بصلات صغيرين او بصلتين كبار حلوين كده، ومعاهم فصين 3 توم، ما تزوديش عن كده. هتقطعيهم وهتنزلي بيهم في الكبه. البصل ده هيكمل معايا لحد اخر الفيديو، يعني ايه ما تبخليش في البصل. توابل: معلقه زعتر، معلقه ملح، على طرف المعلقه كمون، نص معلقه فلفل اسود، نص معلقه كبابه صيني، طرف المعلقه كاري، طرف المعلقه برضو اللي هي القرفه، وطرف المعلقه اهم حاجه يعني اللي هي جنزبيل بيخليه طعمه حلو. والحاجه المهمه جدا لازم تحطي حاجه عطريه، معلقه زعتر او معلقه روزماري، وهتنزلي بيهم على البصل. طبعا هنفرم ده كله وهاجي لكم بعد الفرم. انا هنا ضربت البصل مع التوابل. هاخد كده حبه هحطهم في مصفى في طبق وهدوس عليهم. انا عايزه الميه بتاعتهم جامد. هنحط لها كده 3 4 معالق ميه عشان تزود ميه البصل وانا بدوس عليها. هصفي الميه بتاعت البصل دي بالتوابل الحلوه، ريحتها بصي ماليه المطبخ. اوعي ترمي بقيه البصل. البصل ده هيكمل معانا زي ما قلنا لحد اخر الفيديو. بعد ما صفيت تفل البصل ده هرجعه تاني الكبه وهركنه كده على جنب، وهجيب الفراخ هشوف بقى هعمل ايه. ال4 وراك اللي هم هنعملهم حمام كداب، ميه البصل دي اللي بالتوابل هنزل بيها عليهم في بوله، وهحط عليهم معلقه ملح وهسيبهم نص ساعه في ميه البصل بالتوابل دي. انا هكتفي بالتوابل اللي في البصل. الخطوه دي لما بتعمليها بتخلي طعم الحمام حلو قوي، وهياخد الوصفه في حته تانية خالص. زي ما اتفقنا كده هندعك فيه شويه عشان الفراخ تشرب الميه كويس. ماشي. واركنيه نص ساعه. كل ما تركنيه حبه يعني نص ساعه ولا ساعه لبال ما انت تعملي الرز والرز بتاعك يبرد شويه وتبداي بقى تاخدي تحشي. هنيجي بقى لخطوه الرز. والرز معانا هنا في الحمام الكذاب ليه كذا تكه معايا. اول حاجه هنزل بمعلقه سكر في الحله وهسيبها تتكرمل. خليها تتكرمل كده. اتكرملت كده هنزل بقى بشويه زيت. بعد ما اتكرملت معلقه السكر زي ما اتفقنا هنزل بشويه زيت عليها، وهنزل من البصل اللي انا بشراه حوالي معلقه ونص، وهخليها تتقلى كويس تكبر كده وتاخد لون الكرمله بتاعت السكر. بصي وانتي بتشوحيها كده البصله انزلي بمعلقه سمنه، ما تكتريش.
شمي بقى احلى ريحه في البصل مع التوابل دي كلها مع كرمان في معلقه السكر. بصي يا دوب تدبل وتاخد اللون ده. هنزل بقى بكوبايه ونص رز مصري غسلاه ومش نقعاه، هنزل عليهم وهنزل هقلبهم تقليبه، وهنزل التوابل شويه كزبره وشويه بهارات اللي هي 7 بهارات، وملح، معلقه ملح، شويه مرق دجاج وبراحتك فيها، رشه بابريكا وشويه كاري. هتنزلي بيهم كده على هتقلبي، هتشوحي كده الرز وهتحمريه حلو حوالي 5 دقايق او 7 دقايق في التوابل دي مع البصل. الريحه رهيبه. انا بحب اعمل الحمام الفتان بسبب ريحته. بصي لون الرز، الكاري ده مهم قوي يا جماعه، الكاري هو اللي بيدي اللون وبيدي طعم للرز حلو قوي. هنزل بقى بكوبايتين ميه، يعني انا عامله كوبايه ونص رز، هنزل عليهم بكوبايتين ميه، كوبايتين ميه سخنه. وعلى نار زي الشمعه كده، ههدي عليهم النار خالص وهسيبهم يتشربوا ويستووا 3/4 سوا. الرز خلاص استوى معايا 3/4 سوا، والتكه الاخيره اللي هنزل بيها هي معلقه البصل دي، وهقلب الرز كده فيها، هقلبها كده في الرز وهسيبه يهدى ويبرد. هو استوى معايا 3/4 سوا. التكه دي حلوه قوي في الرز. بصي بقى يا ست الكل، وصلنا لمرحله الحشو. ادي الورك اهو. هبدا احط الرز زي ما قلنا يعني ايه 3/4 سوا، عشان انا هحطه في الفرن. ادخل كده كده. هنا حشيت الدبوسه. هبدا بقى افرد الرز كده في الحته اللي انا دقاها. ما تزوديش رز عشان تعرفي تلفي وتقفلي كده. بصي بقى، انا بقفلها بالخله، في ناس بتقفلها بخيط، انا ما بعرفش، يعني حاسه الخله يعني احلى. حاولي تقفلي على قد ما تقدري كويس. هنقفل كده، هنلم كده بالراحه، هنجيب الخله. بسم الله. بقفل. بصي اهم حاجه تقفليه بالخله كويس كده. هنروح بقى عند ايه، اول الورك. هتحاولي كانك بتخيطي بالخله. انا عايزه اقول لك ريحه التوابل اللي في الرز، الريحه نفسها بتخليني عايزه اسيب الحشو وافضل اكل في الرز. جوعت يعني من الريحه. شايفه الحته دي بس هي اللي لسه مفتوحه، هقفلها. انا بحب اقفل كويس عشان مثلا ما يطلعش، دي مش حلوه. اقفل بواحده حاجه، ساعات الجلد بيبقى برضو مقطوع فبيضايقك. بصي تقفيله اهو، تقفيله حلو قوي. ادي الدبوسه اهي، وادي راسه من فوق ده، يعني قفلتها كده. انا قفلتها حلوه خالص، يعني لو خبطتيه كده في الحيطه هيتردد لك تاني سليم. بصي بقى يا ست الكل، انا خليته ورك سليم، بحب احشيه كده وهو سليم برضو. بصي بعمل ايه، برفع يعني بشيل الجلد عن اللحم كده، بفتحه كده اهو، وبحشي وهو سليم من غير ما اخليه. انا بحبه برضو كده. اهم حاجه ما تكتريش رز عشان الرز ما يطرشقش منه.
يلا انا كده اهو حشيت ده. اهم حاجه في الورك اللي تجيبيه وما تكوني مش عايزه تخليه، يكون الجلد يعني كاسيه كله كده، ما يكونش متقطع. هتجيبي بقى الخله كده وهتقفلي الجلد ده. انا بقفل اهو. وانا عايزه اقول لك ده لما بيستوي بيبقى شكله عظمه، حاجه كده تملى العين. انا بحب اعمله ليه، شايفه اهو قفلته، مش هيطلع منه حاجه. بس كده هحضر بقى الخضار اللي انا هحطه تحت الفراخ في الفرن او تحت الحمام الكداب في الفرن. واحده فلفله بارده كده رومي، حاميه هقطعها كده. واحده طماطم، انا مش هكتر خضار لان انا كده كده هعمل رز وملوخيه جنبه، هعمل طبق ملوخيه يعني جنبه. واقطع بوزع كده. واحده بصله، وواحده بطاطس متقطعه رفيع كده. بس انا مش هحط خضار اكتر من كده. معلقه من البصل اللي انا فرماه في الكبه المتبل، التتبيلات البهارات اللي حطيتها في الاول. وهحط معلقه ملح، بس مش هزود بقى حاجات اكتر من كده. عايزه تحطي زيت ماشي، عايزه تحطي سمنه بقى براحتك. هرص كده في الصينيه بعد ما قطعت الخضار، هرص عليها الحمام الكداب. ادي الورك اللي حشيته من غير ما اخليه احطه كده. وده هو الحمام مقفلاه حلو. بسم الله، هرصه كده. بصي الطبق هننزل فيه بشويه زيت، وهننزل فيه بمعلقه ملح، معلقه كاري. الكاري مهم قوي بالنسبه لي هنا، ومعلقه بابريكا. هنقلبها كده وهدي وش للفراخ. الوش ده بيخلي لونها حلو قوي. بصي الوش بتاعها اللون بتاعه حلو قوي. هتحطيه في الفرن على درجه حراره 220. هتسيبيه ساعه وربع لساعه ونص على حسب السوا بتاعه ياخد قد ايه سوا. بس هو هياخد كده وقت من ساعه وربع لساعه ونص. وبكده اهو عملنا اللون بتاع الحمام الكداب. طيب انا دلوقتي هقفلها. انا عايزه اقول لك الخضار ده هيتاكل قبل الفراخ. مفيش ورق زبده، فجبت عادي ورقه كراسه رسم ودهنتها زيت وهغطيها كده. انا مجرد تعزل الورق الالومنيوم عن الاكل. الورق وهحطها كده في الفرن. انا خلاص اهي طلعت الصينيه. بصي ورقه كراسه الرسم ولا اتحرقت ولا حصل لها اي حاجه، طالما انا دهنتها بزيت. ادي خلاص اهو طلعنا الصينيه من الفرن، وادي شكل الحمام الكداب. هبدا بقى اقدمه.
وبكده هيكون الحمام الكداب خلص، بس الطعم حقيقي ومش كداب ابدا. لو عجبكم الفيديو ادوني لايك واشتركوا في القناة، واشوفكم في وصفة جديدة ان شاء الله. انا عملته خلاص اهو مع الرز، مع حبة رز ابيض مع الخضار بتاعه اللي هو كان تحته، وعاملة معاه طبق ملوخية خضراء. بسم الله ما شاء الله. انا هقسمها معاكم قبل ما اختم الفيديو. شايفين اهو، بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.